بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي صحابي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. مبروك للزمالك وجمهوره العظيم الفوز، صعود اول المجموعة. مبروك للمصري وجمهوره الصعود تاني المجموعة، وكده يبقى الاربع فرق المصرية صعدوا لدور الثمانية. بس هنا النقط اللي عايز اتكلم معاكم فيها. الاول، مش عايز نتكلم ولا نضعف الفريق انيمبا ولا نديله اكتر من حجمه، بس الاوقات اللي ضغط فيها فريق انيمبا في الشوط الثاني كان يقدر يسبب مشاكل للنادي الزمالك. نفس المشكله اللي حصلت للزمالك في اخر مباراه في الدوري، انه يبقى بيلعب شوط اول رائع، بيضيع هدف واتنين. الجزيري النهارده زيزو بيوزع عليه هدايا وهو بيرفضها. طبعا جاب هدف محترم. ودايما انا كنت بقول انه الزمالك في الخط الهجومي لا عنده، اذا كان حسام اشرف او الجزيري، لا الاثنين يقدروا يشيلوا خط هجوم الزمالك، والاثنين بما فيهم كمان معاهم كمان ناصر منسي يبقى قادر يشيل معاهم. فالزمالك كمهاجمين لا ما عندوش مشكله. هنبقى سامحين بس، وانا قلت لكم الفيديو اللي فات انه بالطبيعي الجزيري لما يكون بعيد فتره عن المباريات اكيد حساسيه التهديف، وده اللي كنت بقوله لكولر، انه لما يركن المهاجم البديل اللي المفروض انت بتعتمد عليه زي كهربا، ده هيبعده عن حساسيه التهديف. ما بالك كمان انه ما يبقاش هو اصلا مهاجم، فالموضوع هيبقى اصعب واصعب معاه. الزمالك عمل مباراه فيها شغل كبير قوي، في لعيبه حلوه، في لعيبه بتكمل، في لعيب بيظهر زي محمد عاطف، لا لاعب يقدر، وزيزو يبقى عنده بديل، يبقى الزمالك مش قلقان. زي ما الزمالك عنده ناصر ماهر، زي ما عنده عبد الله السعيد، زي ما احمد حمدي يرجع. دايما انا بقول لكم في كل الفيديوهات الزمالك في الوقت الحالي كسكواد اقوى كمان من النادي الاهلي. يعني تعالى نتفرج بعد ما كولر ومجلس اداره النادي الاهلي فرغ خط وسط النادي الاهلي. مين اللي في خط وسط النادي الاهلي؟ مروان عطيه، تمام. بعد كده عمرو السوليه بيفنش، كوكا مش هو، كريم وليد مش هو، مين؟ عمر الساعي لسه بياخد. مين اللي يقدر يشيل خط وسط النادي الاهلي لو بنتكلم على خط الوسط مقارنه بالزمالك؟ طب تعالى نتفرج على خط دفاع. المسلوسي بجد مع حسام عبد المجيد، وانا قلتها لكم، لا قوه دفاعيه، بعواد صبحي قوه في حراسه المرمى، وكمان معاهم بديل زي الونش. حدث ولا حرج على ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، حدث ولا حرج. مباراه ممكن يكونوا في السماء، ومباراتين ثلاثه ولا كأنهم موجودين، وكأنهم لسه عايزين يتعلموا يقفوا. وده الواحد بيحافظ على الكلام تقديرا للتاريخ اللي هم ادوه. عايزين نبص على الباكات ولا على الاجنحه؟ لا، النهارده مصطفى شلبي مباراه واتنين لا بدا يسمع كلام. اجروس ليه تاثير، لكن كمان كل الناس المحترمه اللي كانت بتطلع تقول له يا ونش اكتر حاجه، وانا كنت بقول له حتى وانت بتلعب مع بنتايك ما تقفلش عليه، سيبه يتحرك، سيب الامور، سيب الباك يتحرك عشان تقدر. فلازم تقطع وتخش على منطقه الجزاء وتديله مساحه يتحرك، وانت تقطع وتبدا تصوب. لا بدا يحرز، بدا يجيب، الامور بدات تمشي. طبعا اللعيب بيبقى متقيد باللي المدير الفني بيقوله، واللي سمح له بده جروس، فبرضه رساله تقدير للجروس انه ليه مش هقول لكم استنوا منه كل حاجه تبان، لكن ليه وجهه نظر في جمله بدات تتحفظ، وده اللي انا كنت بقوله لكم. كولر ما كانش فيه مشكله انك تتغلب، لكن في الاخر انت ما حفظتش حتى اللعيبه دفاعيا تقفل ازاي، مش هجوميا. ما فهمتش حتى اللعيبه يتحركوا ويغطوا عن بعض ازاي. بحس ان اللعيبه في الاهلي لا واقفه، وكولر دماغه واقفه عكس الجروس. القطعه الحلوه اللي موجوده دلوقتي فعلا في الكره المصريه لا هو فريق بيراميدز. وحرام اي حد مشجع للرياضه والكره القدم
لازم يشوف ويقول كلمة الحق في بيراميدز. بيراميدز سكواد قوي. عارفين يعني ايه ما يكون في 6 اهداف ويجوا بلعيبة مختلفة؟ عارفين يعني ايه انه يكون هو لسه طالع من الدوري ولسه كسبان 3-0 انجولا ويتأخر ويرجع تاني ويكسب ويكسب؟ لا، هو منافس قوي، منافس قوي جوه الدوري المصري وفي بطولة افريقيا. كسكواد لا، هو ده بيدعم، ده هو بيدور، مش عايز يقف على كده. لكن هو كمان فريق بيراميدز اذا كان صديق ابولا ولا رمضان ولا اوباما ولا مصطفى فتحي، لا، فريق واقف على رجله، فريق تحس انه المره دي الاستقرار بعدم تغيير المدير الفني لا فارق ويقدر يحقق اكتر من فوز متتالي في الدوري، وهيصدر مشكله. بيراميدز وصوله للقمه لا، هيصدر مشكله. وانه لو هو في طريق النادي الاهلي، المباراه اللي هتبقى في الدوري او في مباراه افريقيا بالوضع الحالي بالسكواد ده بدون ما الاهلي يطوره، لا، هيعمل مشاكل كبيره للنادي الاهلي. مش مباراه فاركو المهمه، مباراه بيراميدز هي المهمه. فاركو الاهلي يقدر يعدي، الاهلي بوجود جمهوره بدافع عند اللعيبه لا يقدر يعدي. لكن المهم ان كولر ما يخترعش، ما يحاولش يبدع. خلاص انا شايف ان كولر سبب اساسي في ان اللعيبه تمشي من النادي الاهلي. اصر على كهربا مشي، ديانج، احمد عبد القادر، كل ده، حتى رضا سليم لو ما كانش صاب هو ما كانش عايزه. بيرسيتاو هو المسؤول، لكن هو في نفس الوقت ما جهزش البديل ومستني بس ان مجلس الاداره يجيب. وقلت لكم في الفيديو اللي فات سهل انك تجيب لاعب، لكن الاصعب ان يكون لاعب كويس، والاصعب كمان ان يندمج مع الفريق. كريستيانو رونالدو ما قدرش يعمل كل حاجه مع النصر، مش هيجيب لهم الدوري السعودي ومش هيجيب لهم دوري ابطال اسيا لوحده. عشان كده كريستيانو والنصر عايز يجدد معاه، لا، بيدور ويشوف مين اللعيبه اللي تقدر تساعده عشان يقدر يحقق انجاز. كولر قلت لكم مهم من مجلس الاداره انه يتعامل مع كولر بذكاء. اذا كان كولر هو عايز يوصل لكاس العالم ويمشي، يبقى لازم اداره النادي الاهلي تقول له ان السكواد هيبقى بتاعنا، احنا هنجيب 1 2 3 اللعيبه المناسبه لينا. عايز تطلع منهم احسن ما عندهم طلع. اعتبر ان انت رايح على فرقه مش هتقدر تختار السكواد، وهتقدر وغصب عنك والظروف اللي موجوده انك تشتغل مع السكواد اللي موجود لغايه ما الموسم يخلص، وبعد كده يبقى حلال. فاذا انت ناوي تمشي خلال 5-6 اشهر، لا، يبقى الاداره ولجنه التخطيط هي اللي بتجهز اللعيبه اللي لازم الاهلي يكمل معاها. وجمهور الاهلي هيستحمل، بس هيستحمل وهو شايف فيه خطوات على ارض الواقع. مفيش جمهور هيزعل من فرقته عشان خاطر لاعب او 2. الجمهور عايز مصلحه فرقته. جمهور فرانكفورت لما مشي عمر مرموش مش هيبطلوا تشجيع. جمهور برشلونه وهم بيتعادلوا في الدوري امبارح مش هيبطلوا تشجيع. عارفين ان اللعيبه مباراه 2 لكن بيعملوا، بيضغطوا، بيحاولوا. وجمهور الاهلي ورا فرقته. اللعيبه هي لازم تعمل دورها، هو مجلس الاداره. وكولر لازم يتقال له طلع من اللي عندك، اشتغل باللي عندك دلوقتي لغايه ما الصفقات تيجي. اي مدير فني يتمنى انه يجي يدرب النادي الاهلي حتى والسكواد ده موجود. زي ما الناس بتطلع تتكلم ان اي لعيب يتمنى ان يجي النادي الاهلي لاسمه، برضه المدير الفني يتمنى ان يجي الاهلي لاسمه. اي مدير فني انت بتقول له تعالى مع الاهلي يروح كاس العالم للانديه هيبقى بيفكر ويجي.